ايه في ايه؟ انت بتكلمي مين على التليفون؟ بكلم مين ازاي يعني؟ في ايه بس عايزه افهم. طب وريني تليفونك كده بعد اذنك، ممكن اخد التليفون؟ لا مش ممكن طبعا، انت بتتكلمي كده ليه؟ هو ايه اللي اخد تليفوني؟ طب هاتي التليفون يا ماما بعد اذنك علشان ما يحصلش مشكله دلوقتي. لا هو هيحصل مشكله كده كده على فكره من اسلوبك ده معايا. خلاص خليه معاكي، انا مش محتاجاه عموما، انا كل الواتساب بتاعك عندي على فكره. يعني ايه الواتساب بتاعك عندي؟ انا مش فاهمه انت عايزه ايه؟ يعني انا عارفه يا ماما انت بتتكلمي مين وبتتكلموا امتى وبتتفقوا على ايه، انا عارفه كل حاجه بتحصل. ايوه طب وايه المشكله دلوقتي؟ عايزه مني انا ايه؟ لا ده في مشكله ومشكله كبيره قوي، وانا كمان مش هسكت على فكره. في ان بابا ما عداش على وفاته 3 سنين، 3 سنين وانت بتكلمي واحد تاني غيره. احترمي نفسك، انت بتتكلمي معايا كده ازاي؟ اللي بتتكلمي عليه ده زميلي في الشغل. زميلك في الشغل الساعه 8 بالليل؟ زميلك في الشغل يبعت يقول لك فطرتي كويس ولا لا وتعبانه من الصيام ولا لا؟ ماما انا مش عبيطه ولا ساذجه، انا ما بقتش صغيره. ما هو انت لو فعلا مش صغيره هتفهمي ان انا كنت راجعه اول امبارح تعبانه وهو كان بس بيطمن. ما بتقبليش يعني لما حد من زمايلي في الجامعه يبعت يطمن عليا؟ ما انا بتعب برضه في الجامعه. انا مش هرد عليكي وده اخر تحذير عشان اسلوبك وحش، وانا امك، انا اللي ليا حق احاسبك، انا اللي اقول لك اعملي ايه وما تعمليش ايه مش العكس. اسلوبي فعلا وحش وانت بس اللي ليكي حق تحاسبيني. طب مش تبقي قدوه؟ مش المفروض تبقي قدوه ليا؟ لو مش عارفه تحترمي نفسك وتتكلمي مع امك ازاي يبقى ادخلي جوه وما تتكلميش معايا خالص، يا اما تراجعي نفسك وتتكلمي بهدوء. حاضر يا ماما بهدوء اهو. انا لاحظت ان انت بتكلمي اكتر من مره، وعارفه ان ماليش حق ان انا اشوف تليفونك ولا اعمل كل ده، بس بابا لما توفى سابنا احنا معاكي، يعني احنا اللي المفروض نرعاكي زي ما انت بترعينا. انا هسالك سؤال واحد بس، الراجل ده في بينك وبينه حاجه؟ لا اكيد ما فيش بيني وبينه حاجه. وبعدين حتى لو افترضي عايزه ايه؟ لا ولا افترضي، اصل لا دي حاجه وافترضي دي حاجه تانية خالص. افترضي دي يعني انت قابله تجيبي راجل مكان بابا، تدخلي راجل تاني علينا، انا الشحطه دي الاقي راجل تاني غريب عايش معايا، انت فاهمه؟ سابقه الاحداث وعارفه اللي هيحصل بكره، وافترضتي ودخلتي راجل عليكي وجايه تاخدي موقف، وايه كمان؟ اصل معلش يبقى بعد كل اللي بابا عمله عشاننا ده عشان نعيش في خير مستورين من بعده، ده بالنسبه لي مش مقبول. الراجل ده احنا عايشين لغايه النهارده من خيره، بناكل وبنشرب، مش بس معاشه، ايجارات وفلوس وعربيات، احنا ما فيش حاجه ناقصانا. انت نفسك ناقصك ايه؟ محتاجه ايه تروحي تدوري عليها عند راجل تاني بره؟ لا برافو عليك، انا هعرف محمد كل حاجه وباقناعيه زي ما انت بتحاولي تقنعيني، لان انا متاكده ان هو انا لو رافضه الموضوع ده مره هو هيرفضه 1000. ايه بقى الحوار اللي انا سمعته ده؟ شحنتك طبعا. لو مش عندك استعداد انت كمان تقعد تسمع وتتكلم بهدوء محدش يتعامل معايا في البيت. لا ما انا بالنسبه لي الموضوع ابسط من كده بكتير. فكرتي تتجوزي حد بعد ابويا هروح اموته واروح فيه في 60 داهيه، وتعيشي بقى اللي باقي من عمرك زعلانه عليا وعليه. 1 زائد 1 تساوي 2. ايه الرصه اللي انت بترصها لي دي؟ ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ده العقل اللي انت جاي تتكلم بيه؟ لا انا بالنسبه لي الموضوع خلص كده خلاص.